مساء الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة فيلم نادر جدا. فيلمنا النهاردة الفيلم النادر العامل. فيلم من مفقودات السينما المصرية، وممكن تكون أول مرة تسمع عنه. تاريخ العرض 4 فبراير 1943. مدة عرض الفيلم 110 دقيقة. عمر الفيلم 81 سنة، والفيلم من مفقودات السينما المصرية. من إخراج أحمد كامل مرسي، وتأليف محمد عبد الجواد. سيناريو وحوار حسين صدقي. أما عن طاقم العمل فهو من بطولة حسين صدقي، فاطمة رشدي، زكي طليمات، عبد العزيز أحمد، عبد الحميد زكي، محمود السبع، حسن البارودي، السيد بدير، وبترو طانوس. وأما عن قصة الفيلم فبتدور الأحداث حوالين أحمد العامل البسيط اللي شغال في أحد المصانع الكبرى، وبيحب هنية جارته اللي بيتفق معاه على الجواز، لأن هما الاتنين في قصة حب غرامية جدا. أحمد ده شغال في أحد المصانع الكبرى اللي بتستغل العمال وبتعاملهم معاملة العبيد. فأحمد بيلتجئ إن هو يعمل حالة غريبة كده، بيحرض زمايله كلهم إن هما ما يشتغلوش، علشان عايز يجيب حقوقهم من صاحب الشغل أو صاحب المصنع. فصاحب المصنع بيحاول يلوث سمعته بكل الطرق، ولكن بيحصل العكس، إن العمال كلها بتقف مع أحمد، لحد ما أحمد بيقف على رجليه وبيقدر يعمل رابطة قوية جدا ما بينه وما بين العمال زمايله، وبيعمل مصنع صغير قوي وبيشغل فيه كل زمايله، وبيمنع التسلط والفساد اللي كان بيعمله صاحب الشغل، وبيرحم زمايله وبيخليهم أصحاب مصانع، لأن بيخلي لكل واحد نسبة في المصنع بتاعه، لحد ما المصنع كبر وبقى من أكبر المصانع الموجودة في البلد. شكرا جدا.